السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة؟ معكم أخوكم أبو زيد. كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الجديدة اللي إن شاء الله تكون خير علينا كلنا بإذن الله. السنة يا جماعة حاعمل شغلات كثير وحتكون كلها على اليوتيوب، فجهزوا نفسكم. أنا محضر شغلات حلوة كثير حتنزل، فالإشي هذا أنا جدا متحمس له لأنه أنا عارف السنة هاي حتكون سنة رائعة جدا بإذن الله. وإحنا حاليا مكملين بسلسلة الليلة الواحدة، وهذا واحد من أجزاء. لهالسبب جهزوا نفسكم يا جماعة، لأنه قصة اليوم حتكون قصة نارية جدا. وقبل ما نبدأ طبعا لا تنسوا اللايك والاشتراك يا جماعة، وتفعلوا زر الجرس. كثير منكم بشوفوا الفيديو مش مشترك، كمان مان اشترك. في كل اسبوع حيكون في حلقة كل اثنين الساعة 7 بتوقيت السعودية. شو مستنيين؟ بدون اي تأخيرات يا جماعة، القصة هاي من سلسلة الليلة الواحدة، وانا ان شاء الله حنوع بالمحتوى، ما حيكون بس قصص، حيكون في شغلات ثانية بإذن الله بالمستقبل. فيلا خلينا نبدأ قصة الليلة الواحدة. غابات الأمازون وعجوبة من عجائب الدنيا، مكان جميل جدا ومليء بالأسرار والشغلات المختلفة. فيها كائنات مش موجودة بأي مكان ثاني. المكان هذا هو مكاني المفضل. أنا زياد، شخص بحب المغامرة وبحب يروح أي مكان فيه خطورة. عايش بالبرازيل طول عمري، انولدت وعشت هناك، وإن كثير بيوت وأملاك هناك، وكمان إن مزارع قريب نهر الأمازون. النهر هذا اللي مليء بالأسرار واللي يعتبر من أخطر الأنهار بالعالم. وبيوم من الأيام قررت أروح أنا وابن عمي ونقعد هناك لمدة كم ليلة عشان بس أفضي نفسي من الشغل، لأني بشتغل بشركة من الشركات. وبصراحة حسيت بملل شديد وقررت فعلا إني أعمل إشي مختلف، وهذا الإشي اللي أنا قاعد أعمله حاليا. أنا وصديقي سامر قررنا إنه نبات ليلتين بالمزرعة اللي إحنا مشترينها، وبالفعل رحنا لهناك. كنا جدا مبسوطين. انا وهو كنا قاعدين قدام بيت ومشعلين النار وقاعدين نسولف. الاجواء كانت جدا جميلة، السماء كانت صافية، لانه بغابات الامازون وبعيدا عن التلوث الضوئي انت بتقدر تشوف درب التبانة بالكامل وتشوف النجوم والمجرات. شيء جدا جميل. لغاية ما فجأة قال لي اسمع، شو رايك شوي نقرب من النهر؟ النهر كان بعيد عني حوالي 10 دقائق. قلت له لا يا اخي انت مجنون، النهر خطير جدا، كيف بدنا نروح؟ انت عارف انه محذرين نروح عليه. قال لي يا اخي اسمع، مش مشكله، احنا مش حنفوت عليه اكيد يعني، بس حنكون هيك واقفين قدامه. انا سمعت انه النجوم هناك بتكون جميله جدا. طبعا انا كنت لسه رافض الموضوع، لانه احنا الناس اللي عايشين بالبرازيل عارفين انه النهر هذا جدا خطير. لكن بصراحه هو ظل يزن على راسي لغايه ما قلت له خلاص تمام، بس اسمع احنا ما حندخل لهناك. قال لي لا لا اكيد، انت شايفني مجنون، اكيد ما حنزل النهر. قلت له يلا تمام خلينا نمشي. وبالفعل بديت انا وياه نمشي شوي شوي. كنا ندخل بين الاغصان والغابات لغايه ما وصلنا لعند النهر. وبالفعل المنظر كان جدا جدا جميل. احنا كنا واقفين قدام النهر، القمر كان واضح جدا والنجوم حواليه، وقعدنا قدام النهر وبدينا نطلع واحنا نراقب النجوم ونسولف. واثناء سوالفنا سامر قال لي هي زياد اسمع، شايف هالاشي اللي هناك؟ استغربت عليه وطلعت وقلت شو الاشي اللي هناك؟ واشر لي وكان عبارة عن سلم. انا قلت السلم هذا ما كان موجود لما اجينا. سامر قال لي مزبوط، بس ما في كل ما انتبهنا عليه. قلت له السلالم هاي انا سمعت عنها وسمعت انها خطيره لما تكون موجوده بالغابات. قال لي شو قصدك خطيره؟ قلت له مش عارف، بس في كلام هيك بقول عن السلالم هاي انه فيها مشكله او هي مسحوره او ملعونه او اشي. قاعد يضحك علي يقول مسحوره ملعونه شو يا اخي انت، والله فيديوهات اليوتيوب خربت مخك على الاخر. قلت له يا اخي سامر شوف، غبيه ولا مو غبيه انا ما حروح، اخذنا بعيدين وخلنا نتفرج على النجوم ونستغفر ربنا وبلا هالكلام الفاضي هذا. قال لي لا لا اسمع، كلام هذا فاضي، انا بعرف موضوع الفيديوهات هاي، انا حطلع على السلم واشوف شو قصته. حاولت اني امسك فيه، قلت له اسمع بلاها هالقصه، صدقني انا خايف عليك، الموضوع هذا مو طبيعي، لانه احنا اول ما اجينا السلم ما كان موجود، ولا تنسى احنا بغابه مظلمه. فلتني وقال اتركني بحالي يا اخي خليني اروح اشوف. وبالفعل بدا يمشي وانا احاول اصرخ عليه يا اخي استنى شوي وين مستعجل، وهو لسه مصر يمشي. وكان بتطلع علي وبضحك، بدا يتمسخر علي يقول هاي طالع على السلم شو القصه. بديت اقرب شوي وحسيت انه انا كنت ببالغ شوي بكلامي، لغايه ما وصل لنص السلم ووقف وفتح عينه على الاخر وطلع علي، وكانت نظرة مرعبة جدا من عينه. قعدت اتمسخر عليه وقلت له مالك ليش تطلع علي بهالضحكة؟ وبدأ يضحك بصوت عالي جدا وبشكل هستيري كبير جدا. انا كنت مفكر انه قاعد يتمسخر علي لاني قلت له عن موضوع اللعنة والكلام هذا، لكن اثناء ضحكه صار اللي انا ما كنت متوقعه. اثناء ضحكه راسه انفجر، انا طحت على الارض وبديت اصرخ بصوت عالي جدا وانا ما كنت عارف شو قاعد يصير. حاولت اني اقرب لكني وقفت فجأة لاني حسيت بشيء غريب جدا حوالين السلم. الغريب جدا انه لما انفجر راسه ضل هو على السلم ما طاح على الارض. هذا الكلام مش منطقي ابدا، المفروض لما يصير اشي مثل هيك يطيح على الارض، خصوصا انه السلم ما كان كثير عريض وهو كان على طرف السلم. لكنه لما طاح بالسلم نفسه، جثته كانت موجودة على السلم، وكل ما كنت اقرب كنت احس بخوف شديد لكني ما بعرف. وسمعت صوت صراخ من وراي، لما اطلعت لورا ما كان في اشي، لكني اطلعت لقدام مرة ثانية وانصدمت انه السلم اختفى، وسامر كمان اختفى مع السلم. انا ما كنت عارف شو اسوي، كل اللي كنت عارفه
اني لازم اركض، وبالفعل بديت اركض بكل مكان. من كثر ما انا خايف ما رجعت للمكان اللي احنا كنا فيه، اللي فيه السيارة وفيه امتعتنا كلها. بديت اركض بشكل عشوائي لغاية ما وصلت لنص الغابة، وبعد ما استوعبت اللي صار اطلعت حواليا وانا مش عارف انا وين. حاولت اطلع تليفوني واسوي اي شيء يخليني اوصل المكان اللي احنا كنا فيه، لكن ما كان في اي شبكة. احنا بغابات الامازون ما في شبكة هناك، واحنا لما اجينا لهون عارفين انه ما في شبكات هناك وما في اي شيء. كل املي كان اني الاقي اي شيء من مظاهر الحياة يدليني على الطريق، لانه بغابات الامازون في كثير من القبائل موجودة هناك، وهي اللي بتعرف اسرار الغابة وبتعرف طرقها الخفية. وبالفعل بديت امشي وكنت قاعد ابكي بشدة على اللي صار لصاحبي، لكن ما كان في اشي بقدر اعمله. انا بديت امشي بالغابة وما كنت عارف وين اروح، كنت تايه توهان غريب وما كنت عارف شو اعمل. واثناء مشي بديت احس انه الهواء صار قوي جدا والاغصان صارت تضرب حواليا بكل مكان. كنت مستغرب وكنت اسمع اصوات غريبة جدا، اصوات همهمة حواليا وانا مش عارف شو القصة. قاعد اطلع واقول مين هون، مين موجود هون، لكن ما كان حد يرد علي. انا كل املي كان انه استنى النهار يطلع، لانه لو طلع النهار على الاقل حعرف انا وين. وبالفعل قعدت تحت شجرة وحاولت اني انام. انا شو اللي جابني لهون؟ يا ريتني ما سمعت كلامك يا سامر. وانا بحاول انام بديت اسمع صوت غريب جدا. الصوت هذا اعتقد انه مألوف لناس كثير، كان صوت فحيح والصوت كان جدا عالي وجدا قريب مني. لما فتحت عيني وطلعت لقيت عين حمراء بعيدة عني. كنت مصدوم جدا من اللي شفته، لكني عرفت شو هالكائن هذا. كانت أفعى، والأفعى هاي ما كانت أفعى عادية جدا، كانت جدا ضخمة وراسها كثير كبير، واضح انها ما بدها الخير ابدا. بدات تقترب مني شوي شوي وانا بشكل غير ارادي بدات اتسلق الغصن بسرعه، والافعى كانت فعلا قاعده تلحقني. والشيء الغريب جدا انه هي كمان قدرت تزحف على الغصن نفسه، وسرعتها ما كانت سرعه عاديه ابدا، كانت جدا سريعه. لغايه ما قررت اني اقفز قفزه طويله جدا ومسكت بغصن شجره ثانيه، والافعى نفسها طاحت لتحت. الارتفاع كان عالي شوي ومع ذلك ما صار لها اشي، بدأت تزحف لجهتي وانا لسه فوق الغصن هذا. بديت انط من غصن للثاني، والافعى كل شوي تطلع على الغصن وتنزل وتكمل لغاية ما لقيت نفسي ما عاد ظل اغصان حواليا، ما في غير نهر صغير جدا متفرع من نهر الامازون. قررت اني اطيح فيه لانه هذا الحل الوحيد اللي حينقذني من الموضوع، والفعل طحت فيه. وكان مجرى الماء قوي جدا، كان يجرفني بسرعة وانا كنت اطلع وكنت شايف الافعى قاعد تلف وترجع للغابة. واثناء محاولتي اني انقذ نفسي خبطت راسي بحجر ونزل الدم، وما لقيت نفسي الا وانا مغمى علي. لما صحيت لقيت نفسي عند شجرة جنب النهر، بديت احسس على راسي وكان لسه في شوية دم. انا مش عارف انا وين وانا مصدوم كثير. تقريبا الدنيا صارت فجر بعد كل هذا اللي صار. وبالفعل بديت اقوم وانا حاط ايدي على راسي، ولما اطلعت شوي على جهة الغابة لقيت شخص كان واقف. اول ما شفته حسيت بسعادة كبيرة جدا، اخيرا حدا حيجي ينقذني. لكني لما بديت اقرب منه شوي شوي بديت افهم انه هذا مو من الناس العادية، هذا من سكان الغابة هاي، لانه كان لابس لبس بدائي جدا. ولما قربت عليه بدا يصرخ صرخات غريبه جدا ويعمل حركات بايده ما كنت فاهمها بالضبط. وفجاه اجوا ناس كثير من وراه وكانوا لابسين نفس اللبس وكانوا قاعدين بيصرخوا وبرفعوا اسهمهم لفوق. انا كنت قاعد احاول اتفاهم معهم باللغه البرتغاليه لكنهم ما كانوا يفهموا علي ابدا. بديت اعمل حركات بايدي انه انا ما بدي اي شر وانه انا شخص تايه بالغابه، لكنهم اجوا علي وتجمعوا ومسكوني وبداوا يمشي فيا لمكان مجهول. ولما وصلنا كانوا قاعدين وكانوا بيصرخوا وكان الموضوع غريب جدا. حطوني بالنص وبدأوا يعملوا حركات حواليا، انا ما كنت فاهم شو القصة، لغاية ما اجى شخص الواضح انه زعيم القبيلة تبعهم وبدأ يتكلم معي بلغة انا ما كنت فاهم عليه، لغاية ما اطلع لورا وصرخ وقال شيء غريب انا ما فهمته. واجى شخص بدأ يتكلم معي باللغة البرتغالية. أنا قلت الحمد لله حدا يفهم علي. قلت له أرجوك افهم، أنا شخص ما بدي أي شر إلكم، أنا واحد تايه بالغابة. وبدأت أفهمهم القصة كلياتها. الشخص هذا قال لي للأسف القبيلة هون ما بتفهم الكلام هذا، لأنه إحنا قبيلتنا بيعتبروا أي شخص بيجي من برا هو دخيل وبده يضر القبيلة، لهالسبب قبيلتنا راح تقتلك. قلت له ليش تقتلني؟ اسمع انت عارف قصتي، اتوقع انت كنت بالبرازيل. قال لي بالضبط، انا درست بجامعه من جامعات البرازيل، انا هون بس عشان اترجم. قلت له انا متاكد انه في اشي معين ممكن اعمله يخليهم يصفحوا عني، ارجوك قول لهم انه انا مستعد اعمل اي شيء المهم ما يقتلوني. طلع علي وقال تمام انا حقول لهم. وبالفعل بدا يكلمهم وقالوا الي الشيء الوحيد اللي ممكن تعمله انك تقضي على الأفعى الموجودة بالغابة هاي، الأفعى اللي قتلت ناس كثير منا. لو قدرت تقضي عليها احنا ممكن نصفح عنك، ومش بس هيك احنا ممكن نخليك تمشي لمدينة قريبة من هون. قلت له الأفعى الضخمة اللي كانت تلحقني بدك انا اقتلها؟ هالشيء مستحيل. قال لي اسمع هذا هو شرطهم، الأفعى هاي عملت مشاكل كثير وقتلت كثير من قبيلتنا، اي شخص غريب بيجي لهون بنخليه يروح يحاول يقتلها. لحد الآن ما حدا قدر يقتلها، لأنه بالنهاية
يا اما تنفذ هالمهمة وتقتل الافعى، يا اما احنا نقتلك، فالاختيار عندك، انت اختار. انا بديت اقلب براسي وقلت انا موافق، انا حروح، لكن على الاقل اعطوني اي شيء ادافع فيه عن نفسي او اعمل اي شيء يخليني اقدر اقضي على هالافعى. قال لي طبعا اي شيء انت محتاجه احنا حنعمل لك اياه، وحنعطيك كل الادوات اللي انت محتاجها، لكن بشرط انك تروح لحالك، ما حدا حيجي معك. ولو حاولت انك تسوي نفسك ذكي وتهرب، اهرب، احنا بنعرف الغابه هاي كلها، وصدقني حنقدر نكشفك وحنعرف انت وين بالضبط، وساعتها ما حنوديك تروح المهمه مره ثانيه، حنقتلك فورا. قلت له لا يا اخي انا تايه بالغابه، بدك انا ارد اتوه مره ثانيه؟ اكيد لا، انا موافق، انا حامل المهمه هاي. وبالفعل دلوني على مكانها، اعطوني شويه اسلحه وشغلات بدائيه جدا، مستحيل تقتل حتى فأر، لكن لازم اعمل اي شيء خليني انجح بهالمهمه. ولمعلوماتكم انا شخص جدا ذكي ومتخرج من الجامعه، وكان عندي كثير مهارات تخليني اقدر انجو من اي موقف صعب. يا ما قدرت انقذ ناس كانوا تايهين بالغابات. صحيح انا ما بعرف طرق الغابه، لكني عندي طرق الخاصه اللي تخليني اعرف انجو، والدليل اني انا لسه عايش. وبديت اساله شوي عن الافعى، وبديت اقول له هل في اشي لاحظتوه على الافعى غريب شوي؟ قال لي الشيء الغريب من الافعى انه هي بتقدر تتسلق الاشجار، وبتقدر تنط لمسافات عاليه جدا عن طريق انها تلف لفه حوالين جسمها وتعمل قفزه قويه جدا، وتقدر تصيد فرائسها بهالطريقه. قلت له هي اكيد افعى مش طبيعيه. قال لي ايوه، هاي من نوعيه الافاعي اللي مو موجوده باي مكان بالعالم، ووجبتها المفضله هي الانسان، فانا بنصحك انك تنتبه، لانه بقالها كم يوم ما اكلت بشر، فهي جدا جائعه. قلت له انا متاكد من هالشيء لانه حاولت توكلني. قال لي اسمع، انت بس امشي لقدام حتكون مملكتها، هي موجوده هناك، اعمل اللي تعمله، واذا قدرت تقتلها ارجع بنفس الطريق اللي جيت منه، اتوقع انت حفظته. قلت له ايوه تمام انا عرفته. وفعلا انا كنت عارف بالضبط الطريق وين، وكنت عارف وين اروح وين اجي هالمره، لانهم دلوني على كل اشي وعلى الاماكن اللي فيها ادله لمكان قبيلتهم. وبدأت امشي شوي شوي وانا افكر كيف ممكن اقضي على هالافعى. لما وصلت لمكان الافعى ما كانت موجوده، لكن بديت اعمل تحليل كامل للمكان، بديت اطلع حواليا واشوف هل في اشي ممكن يساعدني اني اقضي عليها. وبالفعل بديت الاحظ اشياء غريبة جدا. كنت الاحظ انه كل شجرة كان فيها حفرة، لكنها ما كانت كثير عميقة. لما طلعت على الحفرة كانت فاضية، بس الظاهر انه هذا هو مكان الافعى وهي بتعيش تحتيه. وهذا الاشي اللي خلاني افكر كثير باللي اعمله، لغايه ما خطرت ببالي فكره هي ممكن تكون خطيره، لكن ما عندي حل غير اني اعمل هالشيء. من ضمن الادوات اللي اعطوني اياها القبيله كان كرة بقدر اشعلها بكل سهولة. انا قلت الشيء هذا جدا مهم، وبالفعل عملت هالاشي. بديت احط الكرات هاي جوا الحفرة، ومديت خيط طويل جدا وصلته لعند شجرة مقابلة. الخيط هذا سريع الاشتعال، وحطيت الكرة هاي باكثر من حفرة، وكان معي سيف طويل شوي. الشيء اللي حامله خطير جدا لكني حامله. وقفت قدام الحفرة هاي بالضبط، وبدأت اصرخ بصوت عالي جدا عشان استدعي الافعى. وكنت اصرخ واقول يلا تعالي ورجيني قوتك. واثناء صراخي بديت اسمع صوت فحيح عالي جدا، وكان جاي من الغابة، والافعى كانت جاية عندي بسرعة كبيرة جدا، وكانت على وشك انها تنقض علي. السرعة تبعت الافعى هاي ما كانت طبيعية جدا. الافاعي نوعا ما بتسحب بطريقة عادية، لكن الافعى هاي كانت تسحب بسرعة، وقبل ما تصل لعندي بشوي عملت نطة سريعة، وكانت منطلقة بسرعة كبيرة جدا، لكني كنت أسرع منها. أنا بعدت مباشرة عن الطريق، والأفعى ما كان فيها قدامها غير الشجرة، وخبط راسها بقوة بالشجرة وطاحت على الأرض. كان واضح على الأفعى إنها دايخة، وبدأت تتحرك ببطء وبسرعة شديدة جدا. شعلت الفتيل وبدأ الفتيل يمشي لعندها شوي شوي. الأفعى ما كانت عارفة شو في جوا الشجرة، لأنه بدأت ببطء شديد تزحف لتحت الحفرة. ولما وصل الفتيل صار في نار قوية جدا، وانا ما كنت عارف شو صاير، لكني كنت اسمع صوت فحيح قوي جدا. والنار بدأ يوكب راس الافعى لانه طلعت وبدأت تحاول تلف عشان تطفي النار. وانا بسرعة شديدة جدا ركضت ومسكت السيف وقطعت في راس الافعى، وبهالطريقة انا نجحت بمهمتي. انا ما كنت متوقع انه السيف بهالحدة، لكنه كان جدا حاد. وطحت على ظهري وانا مبسوط ومش عارف كيف انا قدرت انجح بهالمهمة، لكني بالنهاية نجحت. كنت شايب بايدي راس الافعى عشان يكون دليل اني قضيت عليها. ولما وصلت لعند القبيلة رميت الراس قدامهم وقلت هاي الافعى اللي كنت بدكم اياها اقتلها. قتلتها. وبدأت اسمع اصوات، الناس كانت جدا فرحانة وبدأوا يهنوني ويتكلموا بطريقتهم بلغتهم. اجى عندي الشخص اللي كان بيتكلم وقال ممتاز، انت قدرت تنجح، واحنا حنكون عند وعدنا، راح ندلك على الطريق. قلت له اسمع، قبل ما تدلني على الطريق انا مستحيل اقدر امشي من هون قبل ما اخذ جثة صاحبي. قال لي انسى الموضوع، طالما هو طلع على السلم ما حدا بيعرف وين راح. السلالم هاي احنا ما بنعرف عنها اشي، واحنا محظور علينا نقرب عليها. اول ما نشوفها بكون هذا نذير شؤم. فنصيحة، بطريق عودتك اللي احنا حندلك عليه لو شفت سلم
ابعد عنه، لا تحاول تروح عليه عشان تلاقي اي اجوبة تدلك على جثة صاحبك، لانه لو رحت عليه راح تموت. قلت له كيف يعني؟ قال لي اسمع، اي شخص بيقترب من هالسلالم بيكون فيها شيء معين بيجذبه إله، انا ما بعرف شو بالضبط هو، لكن السلالم هاي فيها سحر معين بيخليك تنجذب إله وتروح عليها بدون ما تحس على نفسك. وهذا اللي صار مع صاحبك. لهالسبب كل اللي بقول لك عليه امشي على الطريق اللي احنا نقول لك عليه، ولا تحاول تعمل نفسك بطل. صاحبك راح للابد. وبالفعل قررت اني اسمع كلامه وبدأت امشي بالغابة لغاية ما وصلوني لشارع عمومي، وقالوا لي بتمشي لهون حوالي 10 كيلو حتلاقي مدينة هناك، روح لهناك وامورك حتكون تمام. شكرته وبدأت امشي للمدينة لغاية ما وصلت واخذت باص ورجعت لبيتي. اهل ابن عمي ما كانوا مصدقين القصة اللي انا قلتها، وما حدا ابدا مصدق القصة هاي، كلهم بيقولوا انه انت مخرف وانه انت قتلته، لكني حاولت بكل الطرق اجيب اي دليل لكن ما عندي اي دليل. لهالسبب انا حكم علي بسجن 10 سنين في السجون البرازيلية، وحاليا بعد 10 سنين انا طلعت عشان ارويكم القصة هاي واقول لكم اللي صار. مو كل الناس قادرة تصدقني، لكن انا هذا اللي صار معي، ولحد الان ما بعرف اي اشي عن اللي صار بصاحبي سامر. لكن اللي بقدر اقوله وانصحكم فيه انه ما حدا يقرب من السلالم. لو شفت سلم بالغابة مهما كان شكله او لونه او قدمه حتى، لا تقرب عليه. هاي نصيحتي إلك، وهاي قصتي، قصة زياد. وبس يا جماعة، هي كانت نهاية القصة. أنا بعرف يمكن تكون قصة شوي سريعة وشوي طويلة. حاليا سجلت 35 دقيقة، فأنا ما بعرف قديش حتكون مدتها، لكن ممكن تكون 12 دقيقة، فاعذروني. إن شاء الله الأسبوع الجاي القصة حتكون نارية جدا وحتكون أطول. ورجونا تفاعلكم يا جماعة. أنا حابب نوصل 5000 قبل الصيف، بليز يا جماعة خلونا نوصل 5000 مشترك. هذا رقم مميز وأنا نفسي نوصله. فانشروا القناة بكل مكان، انشروا القصة، قولوا هذا واحد قاعدين نشوف قصص أسبوعية تستمتعوا فيها. يا ريت تنشروها يا جماعة بكل مكان. وصدقوني ما حيكون بس قصص، حيكون عندنا محتوى كثير مختلف تماما. لا تنسوا يا جماعة اللايك والاشتراك، مهم جدا يا جماعة، تدعموني فيه. واكتبوا تعليقات، أنا حاب أشوف رأيكم بالقصة وحاب أشوف تحليلكم للسلالم. انتوا شو رأيكم قصة السلالم؟ هل انتوا شايفينها قصة حقيقية ولا هي قصة خيالية وأي كلام؟ فهذا كان عندي يا جماعة. شكرا لكم جدا على المتابعة. كان معكم أخوكم أبو زيد، يحييكم. إلى اللقاء.